بيبدأ الفيلم ببيسي لما بتوصل للعيادة، وهناك الدكتور ويلي بيقول لها إنه هيعمل لها شوية تحاليل لأن آخر فحوصات عملتها كانت نتائجها مش واضحة. وبعد ما بيسحب منها عينة الدم بتقول له أنا عارفة إن كل اللي عندي مش أكتر من نقص فيتامينات. فبيقول لها الموضوع أكبر من كده، بس خلينا ما نستعجلش ونستنى نتيجة التحاليل. ومن الناحية التانية بنشوف هانك وهو بيجمع صوره مع عيلته وبياخد منهم صورة لأبوه وأمه، وبيقطع صورة أمه وبيرميها مع باقي الصور وبياخد صورة أبوه، وبعد كده بيحط بنزين على الصور وبيولع فيهم، وبياخد أخوه تشارلي وبيخرجوا من البيت وبنشوف الأوضة وهي بتولع. وبعد شوية وقت بتتصل الشرطة بأمه اللي بتشتغل في محل كوافير وبتبلغها باللي حصل، فبتروح على القسم. وأول ما بتوصل هناك بتسأل على ابنها الصغير تشارلي، ولما بتشوفه بتروح تسأل على ابنها الكبير هانك. ووقتها بتشوف ضباط الشرطة وهم مكلبشين ايديه، وبالرغم من كده ما بيبقوش عارفين يسيطروا عليه، ولأنه لسه ما تمش ال 18 سنة بيتم إيداعه في دار الأحداث، وأمه مش بتبقى مهتمة بيه. وحتى لما الأخصائية الاجتماعية بتطلب منها إنها تزور ابنها بتروح تتكلم معاها وبتقول لها إنها مش عارفة تتعامل معاه بسبب سلوكه العدواني، وإن أحسن مكان ممكن يكون موجود فيه هو دار الأحداث. ولما بتروح تشوفه بتلاقيه نايم وإيديه بتكون متربطة في السرير بسبب سلوكه العدواني، فما بتهتمش إنها تصحيه وبتسيبه وبتمشي. ومن الناحية التانية الدكتور بيبلغ بيسي إن عندها لوكيميا وساعتها بتنهار، فبيهديها وبيقول لها إنهم ممكن يزرعوا لها نخاع من حد من قرايبها بشرط إن تحاليلهم تبقى متطابقة. وبيسألها لو كان ليها اخوات، فبتقول له ما عنديش غير أخت واحدة ما شفتهاش من 20 سنة. وتاني يوم الدكتور بيكلم ليه وبيبلغها بمرض أختها وإنهم محتاجين يعملوا لها تحاليل علشان يتأكدوا إذا كان نخاعها مطابق لنخاع أختها، ولو طلعوا متطابقين هياخدوا جزء من النخاع منها وينقذوا بيه حياة بيسي. وفي اللحظة دي بيبان على ليه إنها حزينة على أختها. ومن الناحية التانية بتتحجز بيسي في المستشفى وبتبتدي تاخد العلاج الكيماوي، وروث عمتها بتروح تزورها، وبالرغم من إنها عندها الزهايمر إلا إنها بتقول لها أنا مش قادرة أعيش في البيت وإنتي مش موجودة، وحتى أخويا حاسس بغيابك ودايما بيسأل الممرضة عليكي، اوعي تبعدي عننا تاني، احنا ما نقدرش نعيش من غيرك. فكلامها بيأثر في بيسي وبتقول لها إنها هتبقى كويسة. وبعد كام يوم بتروح ليه لدار الأحداث وبتعرف ابنها إنها خدت له أجازة أسبوع من الدار لأنهم هيروحوا يزوروا خالته بيسي، وبتحكي له عن مرضها وعن التحاليل اللي هيعملوها علشان ينقذوا حياتها. وتاني يوم بتاخد ليه ولادها وبتروح لبيت أهلها، وفي الطريق بتقف استراحة، ولما بتدخل للحمام هانك بيوري صورة أبوه لشخص واقف قصاد الاستراحة وبيقول له تعرف الشخص ده؟ فبيقول له لا. فبيقول له هانك ده أبويا وكان دايما بيشارك في سباق السيارات. فبيقول له عمري ما شفته قبل كده، لكن هانك ما بيقتنعش بكلامه. وبعد كده كلهم بيركبوا العربية، ولما بيوصلوا لبيت العيلة بتوقف ليه العربية وبتنزل منها، لكن هانك بيرفض ينزل علشان عايز يسمع أغاني على الراديو. فبتسيبهم أمهم هما الاتنين وبتدخل تقابل أختها اللي ما بتبقاش مصدقة إنها شايفة ليه قصادها، وبيتكلموا شوية مع بعض. وبعدها بيسي بتسيبها وبتروح علشان تدي لأبوهم الدواء. ولما بترجع لأختها عمتهم روز بتسلم على ليه، وبعدها بتسيبهم وبتدخل تتفرج على التلفزيون. وهنا بيسي بتسأل أختها على أولادها، فبتقول لها إنهم في العربية. فبتقول لها أنت مش قادرة تخليهم يسمعوا كلامك ويدخلوا للبيت. فبتسيبها ليه وبتروح لأولادها، وبتطلب من هانك إنه ينزل من العربية لكنه بيرفض، بس بيسي بتطلب منه ينزل علشان تسلم عليه. فبيسمع كلامها هو وأخوه وبينزلوا من العربية وبيسلموا على خالتهم. وبعد كده كلهم بيدخلوا للبيت وبيروحوا لأوضة الأب اللي لما بيشوفهم بيتوتر وبيفضل يصرخ. فبتحاول بيسي إنها تهديه وبتقول لهم إنه مش متعود يشوف ناس تاني غيرها. وبعد شوية هما الأربعة بيكونوا قاعدين مع بعض، ولما هانك بياخد من طبق الشيبسي اللي قدامه أمه بتتعصب عليه وبتقول له ما تمدش إيدك على حاجة إلا لما خالتك تسمح لك. فبيبص لها بتحدي، وساعتها بتقول له رجع الشيبسي للطبق، ولما بيرفض بتاخده منه وبترجعه للطبق بنفسها. فبتقول له بيسي كل
تدخل براحتك، ولما بيرفض أمه بتتعصب عليه وبتقوله يمشي يطلع بره، فبيسيبهم وبيقوم. فبيبان على بيسي إنها مستغربة من طريقة معاملة أختها لولادها. وفي نفس اليوم بالليل بيفتش هانك في حاجات جده، فبيلاقي صندوق عدة قديم، فبياخده وبيطلع قصاد البيت وبيفتحه وبيطلع العدة منه. ولما بيسي بتشوفه بتقوله ده صندوق عدة جدك، كان دايما بيحب يصلح بنفسه أي حاجة بتبوظ في البيت، وانت تقدر تاخد الصندوق ده ليك، لأن جدك لو كان يقدر يتكلم كان هو اللي اداهولك بنفسه. ولما بتقوله انت عايز تطلع ايه لما تكبر، بيقول لها انا دلوقتي كبير. ولما بتقرب ايدها من شعره بيزق ايدها، وساعتها بتصدم من طريقة معاملته ليها وبتسيبه وبتدخل للمطبخ. فبيدخل وراها وبيوري لها صورة قديمة في الصندوق، وبيقول لها هي الست اللي في الصورة دي أمي؟ فبتقول له لا دي جدتك ومامتك شبهها جدا، تحب تاخد الصورة؟ فبيقول لها لا، فبتاخدها وبتقول له انا هحتفظ بيها. وساعتها بيديلها صندوق العدة وبيقول لها مفيش حد بيعمل حاجة كويسة مع شخص تاني لانه بس بيحبه، ودايما لازم يكون فيه مصلحة، بدليل اني بقالي 20 سنة معرفش ان عندي خالة، ويوم ما احتجتي لينا كلمتينا علشان نجيلك. وبعدها بيسيبها وبيخرج، والصبح بترجع له صندوق العدة تاني. فبيقول لها بترجعيه ليه؟ فبتقول له لانه ملكك وانت ابن اختي وانا بحبك. وفي الوقت ده اختها بتكون سامعة كل الكلام اللي بينهم. وقبل ما بيسي تخرج من الأوضة اختها بتقول لها ما تحاوليش تصاحبيه، هو مش بيهتم بحد، ده غير اننا هنقعد معاكي كام يوم وبعدها هنمشي. والصبح ليه واختها بيروحوا للعيادة علشان يعملوا تحاليل التطابق. ولما بيرجعوا بيسي بتشوف هانك وهو بيصلح باب الجراج اللي كان بايظ بقاله مدة كبيرة. ولما بتعرض عليه انهم يخرجوا مع بعض بيوافق، فبتطلب منه ان هو اللي يسوق. فبيقول لها انت متأكدة انك عايزاني انا اللي اسوق العربية؟ فبتقول له ايوه. فبيفرح جدا وبيركبوا العربية وهو اللي بيسوق، وامه بتكون شايفاهم من الشباك وبيبقى باين عليها الغيرة. وفي الاثناء دي بتقول بيسي لهانك انه بيسوق كويس جدا، وبتشاور له على طريق البحر. فبيروحوا على هناك وبيقفوا بالعربية قصاد البحر. وهناك هانك بيقول لها انت كنت تعرفي ابويا؟ فبتقول له انا شفته مرة واحدة ومامتك كانت بتحبه جدا، لكن في الوقت ده كان بينا خلاف فما عزمتنيش على الفرح، لا انا ولا جدك، انت مش فاكر اي حاجة عنه؟ فبيقول لها كل اللي فاكره انه كان عنده عربية سباق. فبتقول له المرة اللي شفته فيها كانت لما رحت البيت ليه وهو كان نايم على الكنبة، وفضل نايم لحد ما خرجت من البيت. ويومها كنت بتخانق مع امك لاني كنت عايزاها تشيل معايا مسؤولية ابونا وعمتنا، لكنها رفضت. وهنا هانك بيرجع يركب العربية وبيسي بتركب معاه، وساعتها بيفاجئها وبيسوق العربية ناحية البحر. فبتفضل تصرخ، لكن بعدها بيسوق العربية بمحاذاة شط البحر، فرذاذ المية بيدخل للعربية. ووقتها بيسي بتضحك وبيبان عليها انها مبسوطة جدا. ولما بيرجعوا للبيت هما الاتنين بيكونوا بيضحكوا. ولما ليه بتشوفهم بتقول لهم الدكتور ريلي اتصل وبلغني ان العينة بتاعتي مش متطابقة معاكي، وعشان كده عايز ياخد عينة من هانك. ووقتها هانك بيسيبهم وبيمشي. وفي نفس اليوم بالليل ابوهم بيجيله حالة تشنجات، فبتهديه بيسي وبتقول له مفيش حد هنا غير انا وانت. وفي الاثناء دي بتروح ليه لهانك وبتقول له انا عارفة انك خايف تعمل الفحوصات، لكن انا سمعت ان الدكتور بيقول ان اخد العينة ما بيبقاش فيه اي وجع. فبيقول لها انا مش خايف، انا بس لسه ما قررتش اذا كنت هعمل الفحوصات دي ولا لا. فبتتعصب عليه وبتقول له لازم تعمل الفحوصات، انا مش هسيب اختي تموت عشان انت مش عايز تعمل الفحوصات. وتاني يوم ليه بتروح للدكتور وبتحاول تطمن منه على اختها، وبتقول له انا عارفة اللوكيميا ده هو اخف انواع السرطان وانها ممكن تتعالج منه بسهولة. فبيقول لها الموضوع مش سهل زي ما انت فاكرة، يعني لو ما تعملهاش نقل نخاع في اقرب وقت هتفضل تتعالج بالكيماوي لفترة، لكن كل وظيفة العلاج الكيماوي هتكون تأخير موتها لأطول فترة ممكنة، وبعد فترة من العلاج مش هتقدر تاخد نفسها ولا تتحرك. فبتقول له هيبقى قدامها قد ايه؟ فبيقول لها اقل من سنة، وخلال السنة دي لازم تتحملي مسؤوليتها هي وابوكي وعمتك وتاخدي بالك منهم. فبتتعصب عليه وبتقول له انا مش هشيل مسؤولية حد، انا هرجع لأوهايو، انا حياتي كلها هناك ولسه واخدة دبلومة في التجميل وشغلي كله هناك. ومن الناحية التانية بيكون تشارلي مع روث وبيسي في أوضة جده، وساعتها بيشوف بيسي وهي بتأكل أبوها باهتمام، فبيبان عليه إنه مبسوط بوجوده معاهم. وتاني يوم
يوم لي بتاخد أختها لدار مسنين علشان تقنعها إنهم ينقلوا أبوهم وعمتهم فيها. ولما بيسي بتشوف حالة النزلة اللي في الدار بتتعصب على أختها وبتخرج منه. ولما بيرجعوا البيت بتقول لها بيسي انقلي حياتك هنا، وساعتها البيت هيبقى بيتك انت وولادك وتحملي مسؤولية أبوكي وعمتك. فبتقول لها مش هيحصل، أنا أخيرا بقى ليا كارير في أوهايو وابتدوا يطلبوني في البرامج علشان أعمل الميك اب وتسريحات الشعر للمذيعات، وبقيت اخد أجر $300 على العميل الواحد. ازاي عايزاني أتخلى عن كل ده علشان أعيش هنا وأمرض أبوكي وعمتك؟ وبتسيبها وبتخرج من البيت وبنشوفها وهي منهارة وبتعيط. وتاني يوم تشارلي وهانك بيروحوا مع خالتهم للعيادة، وتشارلي بيقول لها إنه هيعمل الفحوصات اللازمة لأنه شايف إن ده واجبه. ولما هانك هو كمان بيقول لها إنه هيعمل الفحوصات بتقوله أنت مش مضطر تعمل الفحوصات دي. فبيقول لها أنا طول عمري نفسي أهرب من الدنيا كلها وأعيش لوحدي في أرض زراعية كبيرة تكون ملكي، أبني عليها بيت صغير وأعيش هناك طول عمري. فبتقوله انت لسه صغير وتقدر تحقق حلمك. فبيقول لها لا مش هقدر، لان كلها اسبوع وارجع الاحداث تاني. ولما الدكتور بينادي عليه بيروح علشان يعمل الفحوصات، لكن قبل ما يدخل للدكتور بيقول لها انا عايزه اعيش معاكي. وفي نفس اليوم بالليل ليه بتكون سهرانه زي عادتها، وساعتها اختها بتقول لها انها هتعمل لنفسها قهوه. فبتقول لها ليه ايه اللي بيخليكي تعملي قهوه في وقت زي ده؟ المفروض تنامي علشان ترتاحي. فبتقول لها انا بحب اشربها دلوقتي. وهنا ليه بتقول لها انت بتعرفي تتعاملي مع هانك كويس وخليتيه يقرب منك، في حين اني حاولت اعمل كده كتير وما قدرتش. فبتقول لها بيسي ابنك ولد كويس، انت محظوظه لان عندك ولدين زي هانك وتشارلي. وفي الليله دي الاختين بيسهروا مع بعض وبيفضلوا يتكلموا عن حبيب بيسي السابق. وساعتها ليه بتتفاجئ ان اختها كانت مرتبطه بشخص، والشخص ده غرق في البحر قصادها. فبتواسيها وبتقول لها ليه ما حكيتليش الكلام ده قبل كده؟ فبتقول لها لان عمرنا ما كنا قريبين من بعض. وهنا ليه بتقول لها ايه رايك اغير قصه الباروكه اللي انت لابساها؟ فبتوافق. ولما بيسي بتقلع الباروكه واختها بتشوف ان شعرها الحقيقي معظمه وقع من الكيماوي بتحاول تتماسك قصادها، وبتقول لها انها هتروح تدور على المشط. وبتدخل الحمام وهناك بتنهار، لكنها بتستجمع شجاعتها مره تانيه وبتطلع المشط من جيبها وبتقول لاختها لقيت المشط. وبعد كده بتبتدي تقص شعر الباروكه. وتاني يوم الصبح بتكون بيسي لابسه الباروكه اللي شكلها اتغير تماما وبقى احلى بكتير، وبتبقى مبسوطه جدا بيها. وبعد ما بيفطروا بياخدوا معاهم روث وبيروحوا لمدينه ملاهي ديزني لاند. وهناك لي وهانك بيروحوا في جوله وبيسيبوا بيسي لوحدها، وتشارلي بياخد روث وبيروحوا لبيت الالعاب. وفي الاثناء دي بتتعب بيسي وبيغمى عليها، ولما بتفوق بتلاقي نفسها في عياده مدينه الملاهي واختها بتكون جنبها وبتسالها ايه اللي حصل. فبتقول لها تعبت فجاه وفقدت الوعي. فبتقول لها ليه؟ لانك ما بتناميش كويس ومش بتهتمي بصحتك. فبتقول لها بيسي انا بخاف انام ومصحاش تاني، عشان كده وبفضل سهرانه كل يوم. فبتتاثر اختها بكلامها وبتقول لها قريب هننقلك النخاع وهتستعيدي صحتك. لكن للأسف بعدها الدكتور بيبلغ بيسي في التليفون إن عينات الولدين ما طلعتش مطابقة ليها، وإن مفيش حل في إيدهم غير إنها تستمر على العلاج اللي هيريحها شوية وقت قبل ما تفارق الحياة. وطبعا لما ليه بتعرف بتتأثر، لكن بيسي بتحاول تتماسك قصاد أختها وبتبين لها إنها مش خايفة من الموت، وبتروح علشان تدي لأبوها الدواء. وفي الأثناء دي بتبص ليه على الورقة اللي أختها كاتبة فيها مواعيد دواء أبوها وروث. فبتحس إنها مش هتقدر تشيل المسؤولية دي لوحدها، علشان كده بتدخل لأوضتها وبتبتدي تلم هدومها علشان ترجع لأوهايو. ولما هانك بيشوفها بيقول لها انت رايحة فين؟ فبتشيل شنطتها تحت السرير وبتقول له رايحة المطبخ علشان أحضر الغدا. وفي الأثناء دي بيسي بتكون مع أبوها في أوضته، فهانك بيروح لهم. ومن الناحية التانية بتبتدي ليه تقرأ مواعيد علاج وأكل أبوها وبتحضر له الأكل وبتروح بيه على أوضته. وهناك بتشوف بيسي وولادها وهم مع أبوها وعمتها. ووقتها بيسي بتقول لأبوها من النهاردة ليه هتكون دايما جنبك. وبيكون واضح إن ليه قررت تفضل جنب أختها الفترة اللي متبقية لها، ونوت كمان إنها تكمل حياتها مع أبوها وعمتها. وبكده بيكون خلص فيلم النهاردة.